كلمة القلق المنخفض ده اللي هي الناس اللي عندهم لا مبالاة، اللي عندهم كسل، اللي عندهم قلة اهتمام، اللي عندهم عدم رغبة في الإنجاز. عارفة دي بتبقى عاملة زي ايه؟ اللي هم بيقعدوا يقلسوا عليها على الفيس، او يقعدوا يقلسوا عليها على النت. حتمية الوصول تتطلب حتمية السعي. لا يا جماعة، شوفوا حد غير يسعى. النهارده يا بنتي المفروض تقومي وتتنشطي، لا شوفوا حد تاني غير يقوم. القلق المنخفض ده اللي هو بيبقى فيه هبوط في القلق. البني ادم يعني ممكن خلي المثال عليا، انا ما عنديهاش دم بس ما بتقومش تشوف وراه ايه، كسلانه، لا مبالاه، ما بتقومش تتحرك. مثلا اتكلمتي مع حد، الحد ده عشان ما بيحبكيش او ما بيستلطفكيش، فبيرد عليكي رد بارد تبت تنح كده. فده بيبقى اسمه قلق منخفض، اللي هو ايه، ما تتحركي كده وتهمي وتخلصي الحاجه اللي وراكي. طيب يبقى ده قلق طبيعي وده قلق منخفض. القلق المرتفع ده بقى ده بقى اللي بيودي السرايا الصفراء. ليه بقى؟ ده بيبقى بني ادم مريض او بني ادم مريضة طول اليوم قلقانين. ده قلق مرتفع. ده لما كنا بناخده في الكلية ده اسمه قلق مرضي. ليه؟ قلق وتوتر وحيرة وصراعات عمال على بطال بشكل غير طبيعي، بشكل غير معتدل، بشكل غير المعدل والحد الطبيعي. هو القلق الزائد عن المعدل الطبيعي. ده بيبقى مرض يا جماعة، والمرض ده له علاج ومش عيب يعني مش عيب. البني ادم اللي بيبقى قلقان مرتفع ده بيبقى طول اليوم بياكل في ضوافره، بتاكل في طول. مش بتكلم بقى في حالات معينه، انا بتكلم في طول اليوم. كل ما تشوف حاجه او يشوف حاجه تاكل في ضوافرها، تشد في شعرها، متضايقه، متغاظه، غيرانه، منفسنه، زعلانه، بتلف، بتجري طول اليوم في قلق وحاجه مريضه ومقرفه بصراحه. استغفر الله العظيم يا رب. فالقلق المرتفع ده بيتمثل في عصبيه زائده، يعني عمال على بطال، عصبيه مستثاره. عارفه انت عاملين زي التور، سوري يعني انا اسف في الكلمه يا جماعه، اسف في الكلمه، بيبقى اسمه زي التور الهايج، سوري يعني. اللي هو انت لو جبتي له بيشه حمراء او اشرب احمر تلاقيه هينطحك وهياكلك وهيموتك. فالقلق المرتفع ده بيبقى عامل زي قلق التيران، طول اليوم بيلفوا وبيضربوا في حواليهم، ولو طلعوهم على الناس طلقوهم على الناس هيموتوا الناس وياكلوهم. فدي بتبقى عصبيه مستثارة. بيبقى مثلا يعني القلق المرتفع ده زيادة في ضغط الدم. وده على فكرة بيبقى ليه أسباب جسدية تانية. يعني انتي مثلا بتكشفي بتلاقي ان انتي عندك دايما ضغطك مرتفع بسبب وغير سبب، فساعتها بتدوكي دواء ضغط. زيادة في ضغط الدم